كده تمام. ألف مبروك، عرفت تكرر تاني الطبخة اللي عملتها على غفلة. بس لازم تتعلم حاجة تانية غير الشوربة لو عايز تاكل عيش هنا يا ولد. كولات هتبقى هي المسؤولة عن تعليمك أصول مطبخنا. بقول لك ايه، عايزك تعرفي ان ده شرف ليا ان اتعلم على ايديكي لا، انا اللي هقول لك. عايزك تعرف كويس بتتعامل مع مين. شايف كم واحده ست في المطبخ؟ يعني انا بس. تفتكر ايه السبب؟ يعني لان طبيخ المطاعم فنه له اصول عتيقه عملها رجاله عواجيز مقفلين، عملوها علشان يبقى مستحيل على الستات يدخلوا العالم ده. بس انا دخلت. تفتكر ازاي ده حصل؟ عشان انتي لاني اجدع من كل الرجاله اللي هنا. اتبهدلت كتير قوي عشان ابقى كده، ومش هخاطر بمهنتي عشان حته زبال حظه ضرب. ماشي. تحفة. سهل تطبخ سهل تاكل. جوزتو كان موصيني على الأكل الصيني. شغل مدهش يا فرانسوا كالعادة. مش بطال مش كده؟ عايزك برضو تخترع لي دعاية علشان الوجبة الباردة الجديدة بتاعتي. صوابع جوستو المقرمشة زي الكورن دوج بس أصغر، قطمة واحدة. يعني ايه الكورن دوج؟ سوسيس متغطي بيض ودقيق ومتحمر، أكلة أمريكاني. شوف لنا فكرة، إيه مثلا لبس جوستو أوفرول وبورنيتا كاوبوي، أو نعمله كلب أمور لابس عقد سجق. بس يبقى كلب نوعه أصيل. المحامي بسرعة. شوف، الوصية بتشترط إن لو مرت سنتين من تاريخ الوفاة وما ظهرش لي أي وريث، أملاك جوستو كلها تروح لك يا نائب الشاف. مظبوط؟ أنا عارف الوصية بتقول إيه. اللي عايز أعرفه الجواب ده أو الولد ده هيغير أي حاجة؟ ما فيش شبه واضح. ما فيش أي شبه مطلقا. ده مش ابن جوستو. جوستو ما خلفش. واشمعنى يعني في التوقيت ده ناقص أقل من شهر والسنتين يعدوا، وفجأة يظهر لنا ولد معاه جواب من والدته المتوفاة حديثا ويدعي انه جوستو ابوه. مش داخلة نافوخي. طرطور جوستو؟ تسمح لي؟ طبعا طبعا. الولد ما يعرفش. مظبوط؟ بتقول انها عمرها ما قالت له ولا الجوستو، وطلبت مني كمان ما اقولش. اشمعنى؟ وطلبت منك ايه؟ شغل للولد. مجرد شغل؟ ايوه. وانت قلقان ليه منه؟ لو بيشتغل هنا معاك هتقدر تحط عينك عليه لغاية لما اشوف انا حقيقة الموضوع. عاوزك تاخد لي عينة حمض نووي من الولد، شعراية مثلا. فتح معايا، الموضوع من اوله مش مريحني. اكيد عارف حاجة. اهدى، ده حتة زبال مش هيعصلك معاك. انت بتعمل ايه؟ بقطع الخضار. لا، كده بتحرق جهد ووقت. فاكر الطبخ شغل مريح ها؟ زي مامي في المطبخ. مامي ما بتتزناش في زحمة العشاء لما الطلبات بتنزل ترخ، وكل طلب شكله مش سهل، ومهما اختلفت مواعيد الأكل لازم يتحط قدام الزبون في الميعاد الصح سخن ويشرح. كل ثانية بتفرق وما ينفعش تتدلع. ايه ده؟ خلي مكانك نظيف. امال هتعمل ايه في زحمه الطلبات؟ الاماكن المهرجله بتعطلنا، نبقى ابطا والطلبات تتكوم كارثه. انا هسهلها لك على الاخر. خلي مكانك نظيف والا هموتك. كمامك كانها طالعه من بق كلب. لم ايديك ودراعاتك جنب جسمك كده اهو، فاهم؟ دايما ترجع للوضع ده. الطباخين صراع، سكاكين حاميه وسواطير.